السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا الجزائريين. جيتكم في اخبار مفرحة جدا بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله الجميع راح يفرح. يعني بعد هذه القرارات من قبل الدولة الجزائرية كاين يعني واحد الفئة ما راحش تفرح، هذه برك اللي نضمن لكم يا خاوتي مستحيل يفرحوا، واللي هما الموالين. يا الموال وش راح نقول لك؟ قلنا لك شحال من خطرة يا ودي ريقل روحك، يا ودي ريقل جد روحك، لكن انت ما حبيتش تفهم وكملت يعني في الطريق تاعك، وكملت في استغلال الجزائريين وسرقة اموالهم. اما الان راح تخلصها غالية. كامل خليوا اللايكات تاعكم خاوتي، خليوا تعليقاتكم. كل واحد يعني عجبه الاخبار اللي راح يسمعها يخلي لايك، تفهمنا خاوتي؟ خير واحد راه يدافع على البلاد، فخليوا كامل لايكاتكم. المهم اليوم صار اجتماع لمجلس الوزراء يا خاوتي. هذا الاجتماع لمجلس الوزراء حمل يعني قرارات بعضها صادم لمملكة البراتيش، ويأكد بلي الجزائر راهي يعني مستهدفة خاوتي، استهداف الآن أصبح استهداف ما كانش فيه اللعب، وأيضا قرارات مفرحة للجزائريين. نبداو يا خاوتي. قال لك أولا قال لك الموافقة على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة الابتدائي المتوسط والثانوي، هذا القرار الأول. الآن نجيب للقرار اللي ما راحش يعجب يا خوتي الموالين. يا الموال وش راح نقول لك؟ ربي يكون معاك هذا مكان، وربي يجيب لك الصبر. انت اللي ما حبيتش تفهم، إما لا نقولها لك الآن يا الموال، بأنه الكباش المستوردة يا خوتي، نعم الكباش المستوردة تم تحديد أسعارها واللي هو 4 ملايين، فنقولوها مبروك لكل الجزائريين. ويا الموال ابكي 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 يا الموال، من حقك تبكي الآن. المهم 40 ألف دينار جزائري، وذلك بعد اقتراح من قبل وزير الفلاحة. أيضا أمر رئيس الجمهورية بتفعيل وتنصيب هيئة الشباك الوحيد كسلطة قرار في مجال الاستثمار في غضون شهر، إضافة إلى إصدار توجيهات بتفعيل هيئتين مكلفتين بالتصدير والاستيراد لضمان نجاعة التسيير بطابع مؤسساتي وآلية استباقية. أيضا إخوتي الكرام تعلق يعني الاجتماع تاع اليوم بأنه مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة ومخطط وطني للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب عرض حول التحضيرات لتنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية يا خاوتي. المهم ما يهمناش هذا كامل، احنا وش يهمنا خاوتي زوج أخبار مهمين. نعم، عندك الأولى تاع الموال، أذكر فيك الموال رانا فرحانين احنا الجزائريين، اخبط راسك على الحيط، هاي من الاخر اخبط راسك على الحيط. يا الموال انت راك تقول باللي صرفت عليك باش وكذا وكذا، فهمني برك هذه، فهمها لي برك، انا حاب نفهمها. كيفاش كبش جاي من رومانيا بالترونسبور تاعو بالماكله تاعو، وكلوه في بلاده وعاش وكلش، يوصل الى الجزائر ب4 ملايين، وانت يا كبش تربيه انت توكلوا غير الشكاير، توكلوا ياكل الصاشيات وياكل برك، المهم ياكل، يقول لك هذا او يبات ياكل في الحشيش، هو اقسم بالله العفسه اللي يلقاها في الطريق ياكلها ب10 ملايين. كي تقنعني فيها هذه نشري عليك حتى ب20 مليون. مليحه هكذا، مليحه يا الموال. نروحوا ايضا يا اخوتي نتكلموا على وش صرا يعني في قرار التعبئه العامه. التعبئه العامه يا اخوتي تؤكد على انه كاين تهديدات كبيره ضد الجزائر من جميع النواحي، لكن هذا القانون وش يدير حاله رعب لكل اعداء الجزائر. عم بالك معناتها تعبئه عامه، شغل يوجدوا كامل الاحتياط، يوجدوا كامل شغل الحرب من الاخر، شغل الجزائر راهي تعلن الحرب. وتحيا الجزائر اليوم وغدوه. وقولوا لي خوتي اذا عجبوكم هذه القرارات، كل واحد فيكم يشارك رايه في التعليقات. تحيا الجزائر اليوم وغدوه. ويا الموال خلاص تعليق ماشي مليحه اقسم بالله. واحد ما يتمنى يكون في بلاصتك. خاوتي الجزائريين كيما يقولوها البراتيش، برويطة يا برويطة يخرج في تصريحات يا خاوتي تفهموا منها بزاف حوايج، وتفهموا منها الهزيمة الشنعاء، تفهموا منها الانبطاح، تفهموا منها الخسارة أمام الجزائر بعد تصريحات المستشار الأمريكي يا خاوتي. خلاص برويطة ملقاش كيفاش يكذب على الشعب تاعو، خلاص يا خاوتي كذب بزاف،
لكن في الاخير ما ملقاش كيفاش، ولا خرج وصارح الشعب تاعو، لكن في نفس الوقت حب زعما يكمل فيها. كون فاهمين؟ دوك تفهموني مليح، تبعوا برك الفيديو. يا ودي الجزائر تربيك اقسم بالله، قال لك اعتراف الامريكان بالحكم الذاتي. يعترفوا لكم كامل الدول بالحكم الذاتي. الامم المتحده اذا ما قالتلكش حكم ذاتي ولا كذا، والله ما تشوف الحكم على الصحراء الغربيه. المهم كامل يا اخوتي، خليو كامل اللايكات تاعكم، تعليقاتكم، على الاقل 4000 5000 لايك على بالي تقدرونها يا الجزائريين، فخليو لايكاتكم. وايضا القناه راهو جهه سينيال كبير، فاي فيديو تدخلوا له ديريكت خليو اللايكات، اخي الواحد راهو يدافع على البلاد، هذا ما كان خوتي. نبداو نسمعوا كيف ونعلقوا عليها. هذه الديناميه هي ديناميه للحل، ماشي ديناميه للحياه. كيفاش يهضر يا جدك وزير خارجيه يقابلوا به؟ صوت تاع راجل ما عندوش. ديناميه فقط للمواقف الدبلوماسيه، وكنظن اليوم ديناميه للحياه، يعني شغل يا خوتي سبحان الله، ولا يخمم على الحياه الان. هنا فرصه مهمه باش ان هذا الملف يتحل نهائيا. اخي قلتوا تحلوا لاني غلط خوتي، وش راهو صار يا الجزائريين؟ فهموني برك. ماشي عمر هلال زاد خرج لهم في تصريحات وقال لهم خلاص غلقنا الملف تاع الصحراء. اخي القضيه سالات كما تقولوا انتوما يا البراتيش. في اطار الامم المتحده. قال لك في اطار الامم المتحده. تبعوا مليح يا خوتي، يعني دار عاود رجع للامم المتحده، عرف باللي اللي تسلكوا هي الامم المتحده. ما كانش كيفاش يدي كاش حكم ولا يدي اعتراف تاع دوله وينجح هذاك الاعتراف، ولا خلاص بهذاك الاعتراف كلش راهو مريق لكم فاهمين. راح للامم المتحده، لكن تبعوا مليح النقطه هذه. ولكن في احترام تام لسياده المغرب ووحده. يا خوتي تناقض، اكبر تناقض في التاريخ. شفتوا الجزائر كيفاش تدخلك في واحد الهلوسات وتناقض بينك وبين روحك وبين ما على بالكش اسكو راك صحيح اسكو راك غلط، واش راك تهدر واش ما تهدرش. الجزائر خلطت لك راسك يا برويطه. الامم المتحده واش تقول يا خوتي؟ ما عندهاش بزاف، خرجت قالت نطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي. هذاك المبعوث تاعها الى الصحراء الغربيه دي مستوره، لما راح وزاد الصحراء الغربيه وشافوا واش كاين واش ما كانش، لما رجع ليهم للامم المتحده قال لهم يا خوتي انا كي رحت لقيت باللي كاين شعب يطالب بالانفصال على المغرب، وشعب صح عندهم تاريخ وعندهم كلش، وراهم عايشين معيشه ماشي كامل كيما تاع مملكه البراتيش ما فيهاش بوسن الدين، ونطالب خوتي بتقرير مصير الشعب الصحراوي هكذا. لكن في نفس الوقت واش قال لهم بصح ما نقيسوش السياده. كيفاش هاك تتمسخر والله يا البراتيش. نقولها لكم يا الحل تاع الصحراء الغربيه هذا اقسم بالله لو كان تقعدوا 100 سنه ما راحش يتفتح. نزيدها لكم انا من الاخر. الترابيه وعلى اساس وحيد هو مبادره الحكم الذاتي اللي قدم المغرب في 2007. خاوتي الجزائريين يحكيوا بالحكم الذاتي. الحكم الذاتي منك شغل انتصروا وكم فاهمين. لو كان تكتب برك في جوجل يا البرتوشي وتفهم وش معناته الحكم الذاتي راح تتراجع للكلام. تبان لي تتراجع على قرار الحكم الذاتي. الحكم الذاتي على بالك شي هو كيما درك ما كانش حرب برك. والله كيما نحكي معك. الصحراء الغربية يكون عندها رئيسها، يكون عندها الوزراء تاعها، يكون عندها كلش. فهمت يا الفايح؟ يعني تكون دولة منفصلة لكن في نفس الوقت تابعة ليكم. هذا ما كان تابعة ليكم بالحشوة برك، لكن حقيقة الأمر ما هيش تابعة ليكم. تسمى انتم اللي راكم تنبحوا بالحكم الذاتي. الحكم الذاتي خسارة أيضا، خسارة. لو كان جات صح بلادكم ولو كان جات صح أرضكم نورمالمون تقولوا ما كانش كيفاش نرجعوها شبرا. اللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط. ولاني غلط خاوتي، والله ما هي بلادكم. يا البراتيش وفاقوا باللي راكم تكذبوا عليهم وراكم تجيبوا بهم الوقت. يا البراتيش وش راح نقول لكم؟ زيدوا استناو 100 سنه واحده اخرى ان شاء الله. كش ما يديروا لكم حل. وايضا لازم تقبل الجزائر، يعني ما تنساش الجزائر هي الصح. لو كان ما تقبلكش الجزائر والله ما كاين حل يمشي، والله ربع حل ما يمشيش. واخبط راسك على الحيط.